بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة لكل من لا يعرف قدر الدعاء، لكل من لا يعرف قدر الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يا سيدي، لا تقلل من أهمية الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، هو العبادة ذاتها، أصلها أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إن كنت لا تعرف فاعرف أن الدعاء سلاح مهم من أسلحة العبد يتحصن بها، يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. في غزوة بدر، هذه الغزوة المباركة التي سميت بالفرقان، فرق الله بها بين الحق والباطل، الدعاء فيها حرك السلاح. تخيل، الدعاء حرك المعركة. لمن لا يعرف، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عريشه المطل على المعركة خيمة نصبت، وكان فيها النبي يدعو ربه مجتهدا في الدعاء، ودخل عليه سيدنا الصديق رضي الله عنه حتى هم الصديق وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا عليه: كفاك يا رسول الله، فقد دعوت كثيرا. أشفق على رسول الله من كثرة المناجاة لله والدعاء إليه سبحانه وتعالى. قال: كفى يا رسول الله، فإن الله سينجز لك ما وعدك، وما هي إلا لحظات. ويتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر والسرور، ويقول: يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه. وشاركت الملائكة في غزوة بدر. الدعاء لا تقللوا من أهميته، لا تصدوا الناس عن سبيل الله، لا تصرفوهم عن دعائهم لله سبحانه وتعالى. هداني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.